الأخ ميلود. السلام عليكم من عند فلان. مرحبا بك. الله يسلمك. لاباس بخير؟ الحمد لله. تفضل أخي. من تقصير الشيخ على الناس اللي راهم عندهم مكوارث على الدجاج ويبيعوا الدجاج حي، وكاع كاين اللي يقول حرام كاين اللي يقول حلال. ما والله ما بغينا نخدموا ما عرفناش كيفاش. بيع ماذا؟ الدجاج حي. الدجاج نعم. الناس اللي يديروا الكوارث تاع الدجاج يبيعوا كاع كاين يبيعوا. بعض الناس كان يقول حرام البيع تاعو حي، وبعض الناس يقول يجوز. بعض كاين انسان نعرفه يبيع ويصدق منه وكاع. فهمناش هذه الصدقه اللي تجوز له ما تجوزوش. كيف قصدك يعني يبيعوا بالميزان، يعني يوزن الدجاجه حيه؟ ايه يبيعوا ماشي بديطاي بالجمله كاع ماشي حتى بالديطاي. يعني يبيع الدجاج موزونا يزنه، يعني الدجاجه حيه يوزنها، يعني هذا قصدك من السؤال؟ ايه وزنه بالجمله بالقناطير ماشي. يعني سؤالك الان عن حكم بيع الدجاج الحي موزونا. كان حرام ولا حلال؟ انا نشوف فيهم يخدموه ويصدقوا كاع حتى يديروا الصدقه للجوامع هكذا ويبنوا الجوامع وكاع ما فهمناش اذا كان منها صدقه حلال وبنفس. اين المشكل يعني في بيع الدجاج؟ يعني انا لم افهم مشكل بالضبط. هل قصدك يعني طريقه بيعه حلال ولا كان يتباع حي هكذاك حلال ولا حرام؟ هذه هي اللي يعني تقصد انه لازم يباع يعني مذبوح، هذا قصدك؟ هذا هو القصد تاعي. لكن انا نسمع بعض الفتاوى يقولوا هكذا البيع تاع الدجاج حي حرام. هكذا نسمع. معلش دكتور الان تسمع من الشيخ، الان تسمع الاجابه الشافيه. الاخ ميلود يسال على بيع الدجاج حي. نعم، هو سؤاله كان غامض على كل حال، لكن لعله يقصد بيع الدجاج الحي موزونا، ربما هو يقصد هذا. هذه من المسائل التي ناقشها العلماء وتكلموا عنها، وظهرت الآن وعمت بها البلوى. صار كل التجار الذين يبيعون الدجاج يبيعونه بهذه الطريقة. فبالتالي يقول لك هل هذا حلال أم حرام؟ الأمر واسع إن شاء الله. يعني هذا يسهل على الناس ويسر على الناس هذا النوع من البيع من البيوع. وهناك رأي موجود في مذهب مالك بجواز بيع الحيوان الحي بيعه وزنا. هذا الرأي موجود في مذهب مالك، وبالتالي إن شاء الله لا حرج في ذلك. نعم. يعني البيع هذا صحيح. نعم. يعني هو الآن استشكل عليه كيف هذه الطريقة يبيعون يعني دجاج الحي. يعني نحن نقول له المسألة فيها خلاف، هناك من منع، هناك من أجاز، وبعضهم عد هذا من الغرر اليسير، لكن عموما الأمر فيه تيسير على الناس. نعم. وهذا أمر عمت به البلوى وصار عرفا شائعا عند تجار الدجاج، فبالتالي إن شاء الله الأمر جائز ولا حرج فيه بإذن الله عز وجل.